بيبدا فيلمنا وسط معركه جبل هاكسو، واللي بيبقى الجيش الامريكي في حرب كبيره مع الجيش الياباني الامبراطوري، وبنشوف الاشلاء والدمار مالين كل حته، وجنود الجيش الامريكي عمالين يقعوا زي الدبان، وبيبقى وضعهم مأساوي، والمسعفين بيحاولوا يشدوا اكبر عدد من الضحايا، وبيظهر ديزموند وسط الخراب ده كله، والمسعفين شايلينه وبيحاولوا ينقذوه. بس هنرجع قبل الاحداث دي ب 16 سنه، وبنشوف هل اخو ديزموند وهو ماشي وراه في الغابه وعمال ينادي عليه، وبيفضلوا يلعبوا ويجروا في الغابه ويتسابقوا، وبيبقى وضعهم زي اي اتنين اخوات بيحبوا بعض، والامور كلها تمام وبخير. وبنشوف توم ابوهم وهو واقف على مقابر زمايله اللي ماتوا في الحرب، وده لانه كان جندي سابق في الحرب العالميه الاولى، وشاف كل الكوارث اللي حصلت فيها، وده بيخلي منه شخص سكران طول الوقت. وبفضل اتكلم قصاد المقابر وبيحسدهم انهم ماتوا وسابوه هو في العذاب النفسي اللي هو حاسس بيه ده. وبيرجع بيته وبيشوف هال وديزموند وهم بيتخانقوا مع بعض، لكنه بيقعد يتفرج عليهم، وبيقول لديزموند يصد ضربات اخوه ازاي، لكن الخناقه بتكبر لما ديزموند بيتعصب على اخوه بيبعده عنه، وبيمسك قلب طوب كبير وبيضربه في دماغه، وبيقوم توم من مكانه وهو مفزوع من اللي شايفه، وهال بيقع على الارض وما بينطقش. وبيشوف ديزموند اخوه هو في الحاله دي، وبيبقى مصدوم وميت من الرعب، وبيفضل يبص له وهما بيحاولوا يصحوه لحد ما بيقوم فعلا. وبيفضل ديزموند واقف متنح كده قدام صوره الاخين قابيل وهابيل، وبتبقى في حاجه فعلا جواه اتغيرت، لحد لما ابوه بيجي من وراه وهو ماسك حزامه، وبتيجي امه وبتلحقه من ابوه، لكن ديزموند بيبقى في عالم تاني اصلا. وبتعدي السنين وبنشوف ديزموند وهو في الكنيسه مع امه، وبيسمع صوت استغاثه بره، وبيشوف الناس بتجري، فبيخرج يشوف ايه الدنيا، وبيلاقي شاب محشور تحت عربيه، وعلى طول ديزموند بيساعده وبيخرجه من تحتها، وبيربط له الجرح بتاعه وبيوديه المستشفى، والدكاتره بيعرفوا انه كان عنده قطع في الشريان، وبيشكر ديزموند على مساعده الشاب ده وعلى ربط حزامه على الجرح بتاعه، وانه لولا تدخله كان ممكن الشاب ده يموت. وبيتاثر ديزموند وبيبص على كل المرضى اللي في المستشفى، وبيبقى عايز يساعدهم كلهم، لحد ما عينه بتقع على الممرضه إلينا، وبتلفت انتباهه جدا، وبيروح وبيقف قدامها، وبيفضل باصص لها البصه دي، وبتبقى مش فاهمه هو مريض ولا ماله من الوقفه بتاعته دي. ولما بتساله انت عايز ايه بيفضل يقول اي كلام عبيط، وبيقول لها انا عايز حزامي علشان بنطلوني ما يقعش، فبتضحك معاه، وبتقول انها هنا بتاخد دم للتبرع بس، فبقول لها قشطه كده تمام انا عايز اتبرع، فبتقول له روح للغرفه دي واستنى دورك، لكنه بيفضل واقف متنح كده، وبيفضل برضه يقول اي كلام، وهي بتسحب منه الدم مع انها بتحاول تجاريه، وهو بيبقى واقع على الاخر. وبيروح بيته وبيتشيك، وبيجيب الحته اللي على الحبل، وبيخرج وهو فرحان ومبسوط. ولما امه بتقول له ايه السبب بيقول لها انه قابل ممرضه حلوه في المستشفى، وانه كمان ناوي يتجوزها. وبيفضل ابوه واخوه يتريقوا عليه لحد ما بيسيبهم وبيمشي، وبيروح فعلا للمستشفى، وبيدخل تاني لإلينا علشان يتبرع بالدم. ولما بتقول انه ما ينفعش يتبرع كل يوم بيقول لها خلاص رجعي لي الدم اللي خدتيه امبارح، وهو اي تلزيق وخلاص علشان يشقط القطه. وبيفضل يهزر معاها ويرمي لها تلميحات انه معجب بيها، وبيخرجوا سوا وبيروحوا سينما. وبعد شويه حب ولفلفه بيرجع تاني على البيت، وبيبقى هل بيستعد علشان ينضم للجيش، واللي بيبقى في وقتها في حروب كتير والدنيا بايظه. ولما توم بيشوف الزي العسكري على ابنه بيفضل يفتكر الاهوال اللي شافها وقت الحرب العالميه الاولى، وبيبقى صوته مهزوز ونفسيته متدمره، وبيفضل يبكي قدامهم. وتاني يوم بيبقى ديمونز وإلينا في الغابه والدنيا فل، وبيبقوا خلاص الاتنين دايبين في بعض، وبيجيبها بيته كمان وبتقعد مع امه، وبيقعد هو يقرا كتاب يخص التشريح وحاجات التمريض، لانه بيبقى معجب بشغل إلينا وعايز كمان يشتغل معاها، وده اكيد لانه بيحب يساعد الناس. وفي يوم من الايام بيعرفها انه هيتطوع للجيش، ولما بتقلق عليه بيقول لها انه هيبقى مسعف وشغلته هتبقى انقاذ الناس، وانه كمان مش هيقتل حد. ولما بتزعل وبتمشي بيوقفها وبيعرض عليها الجواز، وفعلا بتوافق، وبتتفق معاه انهم هيتجوزوا بعد ما يخلص خدمته في الجيش. وبيروح لابوه اللي بيكون واقف قدام مقابر اصحابه، وبيعرف ان هو اتطوع للجيش، وبيتعصب جدا من خوفه عليه، وبيبقى مش عايز يغلط غلطته، لكنه بيبقى خلاص خد قراره. وبيودع إلينا اللي بتديه الانجيل وبتقول له خليه معاك لحد ما ترجع لي بيه مره تانية. وبيمشي ديمونز مع باقي الجنود، وبيوصل للمعسكر، وبيقعد يتفرج على الاشقياء وهم عمالين يهزقوا في بعض، وبيبقى مش شبههم نهائي، ولكنه بيحاول انه يتعامل. وبيجي له واحد منهم وبيتعرف عليه، وبيعرف انه اغلب الموجودين، وفي منهم اللي بيرحب بديمونز ومنهم اللي ما بيرحبش. واتنين من اللي بيهزروا مع بعض واحد منهم بيرشق سكينه في رجل زميله، وفجاه بيدخل عليهم الرقيب وال، وبيقفوا كلهم انتباه. وبيروح لواحد ملحقش يلبس هدومه قبل ما هو يدخل، لكنه بيستوقف الجندي اللي السكينه في رجله وهو واقف قدامه بالعافيه، وبيساله هو مش على بعضه ليه، وبيعرفوا ان في سكينه في رجله، فبيساله مين السبب، فبيرد زميله اللي عمل كده، وبيروح له بيساله عن اصوله، فبيعرف انه بولندي، فبيرد الرقيب وبيقول له امال دم الهنود الحمر طافح على شكلك كده ليه، وبيخليه يعمل النشيد بتاعهم. وبيفضل يهين في وسط بقيه زمايله، واول ما بيشوف ديمونز بيضحك بيروح له، ولما بيشوف شكله كده بيقول انه مش هينفع في الحرب، وبيفضل يهين فيه هو كمان، وبيشد السكينه من
رجل صاحبنا ده، وبيخرجهم كلهم بره وبيعلمهم الرقيب ازاي يعملوا عقده من الحبل ده تخليهم يعرفوا ينزلوا من المرتفعات، وبيشوف العقد اللي هم عملوها وبيفضل يهين فيهم برضه وبتنمر على اشكالهم كمان. وبيروح على ديمونز وبيلاقيه عامل العقده بالشكل ده واكيد بيتريق عليه، وبيكملوا تدريباتهم. وديمونز بيبقى الوحيد اللي واخد الموضوع تسليه وبيفضل يعمل كل التدريبات اللي عليهم وبيبقى متالق فيها كمان على عكس المتوقع، وبيسبق كل الجنود وبيبقى الساعي ده حاطه في دماغه. لكن ديمونز مش مهتم باي حاجه، وبيجي وقت تسليم كل واحد منهم السلاح بتاعه وكل واحد منهم بيطلع يستلم السلاح الا ديمونز بيفضل مكانه ما بيتحركش. ولما الرقيب ويل بيلاحظ اللي عمله بيروح له بيساله بطريقه ايه اللي مش مخليه عايز يستلم سلاحه، فبيتقدم ديمونز وبيعتذر له وبيقول له انه مش هيقدر يلمس اي سلاح. فبياخدوه على كابتن جون واللي بيبقى قائد وحدتهم، وبيقول له ديمونز انه عارف من بره انه عادي ممكن يخش الجيش من غير ما يمسك سلاح. فبيقطعوا القائد وبيبقى شايفه عبيط او في حاجه في دماغه، وبياخد الملف بتاعه وبيساله انت جاي هنا تعمل ايه، فبيرد بانه جاي عايز يساعد في الجيش ويعمل كل حاجه تفيدهم الا انه يمسك سلاح ويقتل روح، وانه كمان ما يقدرش يعمل حاجه زي كده. وكمان بيشترط عليهم انه مش هيخرج للتدريب في ايام السبت علشان هيبقى بيصلي وبيتعبد. فبيرد القائد جون وبيقول له اسمع يا ابني، انا مش عارف انت دماغك فيها ايه بالظبط، بس كونك تحت قيادتي هنا فانت هتنفذ اوامري كلها بحذافيرها، واذا عندك مشكله في اي امر منهم فانت تروح تقعد جنب الحاجه والدتك. وبقول له انا يا عم هريحك من كل ده وهديك استماره 8 وتاخد اعفاء من الجيش بسبب تخلفك العقلي. وبيخرج هو والرقيب ويل وبيسف على ديمونز قدام كل زمايله. وبعد شويه بيجي سميتي واللي بيكون مش طايق ديمونز وبياخد منه الانجيل بتاعه وبيساله بيقول له طالما انت مش عايز تقاتل هتعمل ايه لو حد اتعرض لك، وبيديله في وشه وبيقول له يردها. وبيفضل ديمونز واقف مكانه، فبيقول سميتي انه شخص جبان وبيفضل يهين فيه ويستفزه وبيديله رقبته وبيقول له اضرب يا عم والله مش هردها لك. لكن ديمونز بيفضل ثابت مكانه برضه لحد ما سميتي بيطلع صوره إلينا من كتابه، واكيد بيفضل يستفزه بيها ويعكسها والجو ده. فبيطلبها ديمونز بكل ادب واحترام، وبيرد سميتي وبيقول له قول لي ارجوك الاول، وفعلا بيقولها ديمونز عادي. فبيرمي له الصوره على الارض وبيسيبه. وتاني يوم بيجي دكتور عسكري لديمونز وبيقعد يساله اسئله تخص حالته النفسيه، وبتكلم ديمونز بكل اريحيه وبيرد على كل اسئله الدكتور، واللي بتبقى مختصرها انه طبيعي وكل حاجه لكنه ما بيحبش العنف ولا بيحب انه يؤذي حد. وبعد شويه بيروح الدكتور يقعد مع القائد جون وبيقول له ان ديمونز متدين شويتين وما يستحقش استماره 8، وبيعرض عليه انه يخليه مسعف طالما هو موافق انه يعمل اي حاجه غير مسك السلاح. وبيتكلم القائد جون مع الرقيب ويل وبيقول له شغل الواد ده في تنظيف الحمامات وكرهه في عيشته. وفعلا ديمونز بيعمل كده وبينظف الحمامات، وبيروح لويل وبيقلب سريره على الارض. وبسبب ديمونز بيعرفهم ويل بانه كلهم هينظفوا الحمامات وكمان هيتدربوا اضعاف اللي بيتدربوه وملهمش اي يوم راحه ولا حتى هياخدوا الاجازه بتاعتهم. وبعدها بيخرجوا للتدريب وبفضل ويل يجري بيهم في الغابه وبقول لهم مش هترتاحوا الا لما افضل اجري لحد ما يغمى عليا. وده بيبين قد ايه ويل عايز يصعبها عليهم على قد ما يقدر. وبالليل بيتلموا على ديمونز وبيعجنوه علقه محترمه بسبب اللي بيحصل فيهم بسببه، وسميتي هو اللي بيبعدهم عنه وبيوبخ فيهم. وتاني يوم بيدخل عليهم ويل وبيشوف اللي حصل لديمونز ووشه المتبهدل وفعلا بيصعب عليه وبينصحه بجد وبيقول ان المكان ده ما يناسبوش وبيكلمه كانه ابنه، وبيقول له يسيب المكان ده احسن له واحسن لهم ويلبس زيه الملكي وهو هيخرجه بنفسه من المعسكر. وفعلا بيلبس ديمونز لكنه بيقول انه وراه خدمه في تنظيف الحمامات النهارده وعشان كده هيخدم ومش هيخرج بره المعسكر. فبيغير ويل نبرته وبيرجع تاني لشغله وبيسال ديمونز مين اللي عمل فيه كده لكنه ما بيرضاش يقول. وبتيجي وقت الاجازه بتاعتهم وكل واحد بياخد دوره علشان يمضي انصراف. وبعد فتره بتتجه ديمونز وباقي الجنود على المينا اللي اليابانيين ضربوه وبيكونوا ماشيين توابير وبيستعدوا للحرب، وبيشوف عربيات بتعدي من قدامهم وهي محمله جثث زمايلهم اللي ماتوا وبيبقى المنظر مرعب، وعربيات بتحمل المصابين وديمونز بيبقى شايف كل ده والكل بيترعب من اللي هم شايفينه. وبعد شويه بيروحوا يعسكروا في بيت قدامهم وهم قاعدين بيدخل عليهم شويه من الكتيبه اللي قبلهم وبتبقى حالتهم حاله، واتنين منهم بيسالوا عن ديمونز وبيروحوا له وبيعرفوا ان هم كده الثلاثه المسعفين اللي موجودين في المنطقه دي وانهم هيشتغلوا سوا. وواحد منهم بيساله الحرب كانت عامله ازاي وايه اللي حصل، فبيرد عليهم وبيقول لهم انهم اتهجم عليهم 6 مرات وفي ال6 مرات دول كانوا بيوقعوا فيهم واحد واحد من غير رحمه، وفي اخر مره ما كانش لاقي جريح حتى علشان يعالجه. والتانيين بيكملوا على كلامه وبيقولوا لهم ان اليابانيين جايين عايزين يموتوا ومستحيل يستسلموا او يضعفوا. وبيكمل المسعف كلامه لديمونز وبيعرفوا ان اليابانيين بيستهدفوا الجرحى والمسعفين كمان، وبطلب منه يشيل العلامه بتاعت المسعفين اللي عليه دي. وبعد شويه بيروحوا عند جبل هاكسو وبيكلمهم القائد جون وبيقول لهم هدفهم هو السيطره على الجبل ده وبعدها ممكن يسيطروا على جزيره اوكيناوا، ولو فعلا عملوا كده هيقدروا يسيطروا على اليابان. والقوات البحريه الامريكيه بتبدا انها تضرب بمدافعها في جبل هيكسو عشان تساعد كتيبه القائد جون في الهجوم، وبيقدروا انهم يشوفوا اللي بيحصل فوق الجبل اللي بيتدكوا قدام عينهم حرفيا شبر شبر. ولما واحد بيقول مستحيل حد منهم يقدر يفلت من الانفجارات دي بيرد عليه واحد من الكتيبه اللي عاشت وشافت وبيقول له لا دول بيقدروا، وبتبقى الانفجارات والضرب لسه شغالين في الجبل ده وبيتقلب عليه وطيه
وبيقف القائد مع نفس الجندي اللي من الكتيبه اللي قبلهم، وبيعرفهم مكان المخبأ اللي هم بيستخبوا فيه، وان في احتمال كبير يكون نسبه كبيره منهم عرفت تفلت من الانفجارات دي كلها. وبيدوا الرقيب والامر بانهم يتحركوا، وبيبداوا فعلا انهم يتسلقوا الجبل وبيطلعوا فوق، وبيبدا كل واحد منهم يستعد وياخد مكانه، وبيتحركوا كلهم سوا ببطء. وبيبقى ديمونز كل ده ماشي وسطهم، وبيشوف الجثث وهي مرميه على الارض والاشلاء متبعتره في كل حته، وبيفضلوا يتقدموا بشويش كده وبياخدوا اماكنهم وبيثبتوا، وعلى طول بتتفتح عليهم النار زي المطر، وبيقعوا كلهم بشكل مرعب وبيترمي عليهم قذائف، والوضع بيكون ما يتوصفش من الاهوال اللي بتحصل فيه، ومن الجنود اللي عماله تقع من غير ما يشوفوا حتى جندي واحد من العدو بتاعهم من كتر الضباب اللي في المكان. واخيرا بيلاقي ديمونز واحد مصاب عادي من غير ما يكون طاير له راس ولا شويه اشلاء، وبيحاول انه يساعده، وكمان بيحاول انه يشد فيه بعيد عن ضرب النار، وبيمسك سميثي نص بني ادم من على الارض وبياخده درع ليه علشان يعرف يتحرك من مكانه، وبيقتل شويه من جنود العدو اللي اول مره نشوفهم، وبتترمي شويه قذائف امريكيه علشان تساعدهم انهم يتقدموا من المكان اللي هم فيه ويروحوا في اتجاه العدو. ومجموعه من الجنود اليابانيين بيتلموا على واحد مسكين، وقبل ما يخرموه برصاص بينقذوا زميله واللي بيبقى شايل قاذف لهب وبيولع فيهم كلهم، وبيبقى سميثي عامل زي الدبابه وبيصفي اللي قدامه، وبيطلع قنبله بمنتهى الخفه وبيرميها على المستخبيين قدام وبيطيرهم خالص. ولما بيقع على الارض بيبقى في جندي ياباني اعزل عايز يهجم عليه من غير ما ياخد باله، لكن ديمونز بيهجم عليه وبيوقعه على الارض، واول ما بيقلب ديمونز بيكون سميثي صفاه خالص وبينقذوا الاتنين ارواح بعض. وفي وسط المدعكه والناس اللي عماله تقع دي بيحاول ديمونز انه يتحرك من مكانه، وكتر خيره بصراحه انه ما ماتش لحد دلوقتي، وبيشوف قدام عينيه انفجار بيحول اللي حواليه الاشلاء، وبيقوم يجري بسرعه وبيروح لواحد مصاب ورجله بايظه على الاخر، وبيبعدوا عن مجال ضرب النار، وبيفضل يهدي فيه وبيربط رجليه الاتنين لحد ما بيجيله المسعف التاني وبيقول له يديله جرعه مورفين ويسيبه ويروح لغيره، وده لانه مش هيعرف يعيش يوم كمان. والمصاب بيتفزع لما بيسمع الكلام ده وبيفضل يتحايل على ديمونز، وفعلا ديمونز بيقول انه مش هيسيبه وبيديله جرعه المورفين، وكمان بيشيله على ظهره لما بيلاقيش حد جاله بنقاله، وبيسلموا الباقي فريق المسعفين علشان ينزلوه من فوق الجبل، وواحد منهم بيوبخه وبيقول له يميز بعد كده ويختار الاولى، وان الشخص ده هيموت وهما بيوصلوه، لكن ديمونز بيتعصب عليه وبيقول له الموت مش بايدك، وبيطلب منه ينزلوه من فوق، فعلا بيوافق. وبيرجع تاني ديمونز لارض المعركه وبيشوف واحد نايم على الارض في النص وعمال ينادي على المسعفين، وفعلا بيخاطر بحياته وبيجري على المصاب ده وسط المعمعه، واول ما بيوصلوا بيطلع عليه كام واحد من الجنود اليابانيين، لكن سميث الجدع بيكون مغطي ظهره وبيقتلهم كلهم، وبعدها بيفضل يوبخ في ديمونز برضه اللي بينجح انه يساعد صاحبنا وبيوصله لبار الامان. والحرب بتسخن بين الطرفين اللي بيكونوا مقطعين بعض، وواحد من الجيش الامريكي بيضرب ار بي جي في العشه بتاعتهم وبينهيها، وبيبقى الجنود اليابانيين في مخابئ ومباني مجهزه مخصوص للحرب على عكس الامريكان اللي بيبقوا في الخلا. وبيحاول الرقيب ويل انه يطلع افضل حاجه عند رجالته اللي بيبقوا اسود بجد، وبيبعت واحد من معاه وبيأمره يروح الحفره اللي قدامهم، وبيفضل يبعتهم واحد بواحد، والفريق كامل بيغطي ظهرهم لما بيتحركوا. بعدها بيرمي الرقيب قذيفه لسميثي اللي بيستلمها وبيرميها لزميله اللي في الحفره اللي قدامه، وبيفضل يزحف علشان يوصل للمخبأ اللي اليابانيين محتميين فيه، وطبعا ويل بيغطي عليه، لكن للاسف بترمي جنبه قذيفه من الجيش الياباني وبيبقى تقريبا بيفقد الوعي، فبيستنى سميث الوقت المناسب علشان يتحرك فيه ويكمل مهمه صاحبه. اول ما بيحصل انفجار حواليه بيجري بسرعه وبياخد القذيفه اللي مع زميله، وبيفضل يزحف لحد لما بيقرب من المخبأ بتاعهم، والرقيب ويل بيبقى مش شايف قدامه، وبيفك سميث دبوس القذيفه دي وبينجح انه يرميها جوه مخبأ السفاحين دول، واللي بتنفجر وبتجيب عليها وطيها وبتدمر المخبأ باللي فيه. وعلى طول بيدي ويل امر بانهم يتحركوا بسرعه في اتجاه العدو، وبيفضلوا يجروا وسط انفجارات كتير بتحصل حواليهم واكيد بتاخد كتير منهم. وبصراحه الواد سميث ده بيبقى خارب الدنيا على الاخر، ومحدش بيجي في طريقه الا لما بيشيلوا من على وش الارض، وبتبقى قوه الجيش الامريكي بتبان وهم عمالين يقربوا اكتر واكتر من اليابانيين وبيوقعوا فيهم زي الدبان. وبيسمع ديمونز واحد منهم بيصرخ وعلى طول بيروح له وبيحاول يسحبه من المكان اللي هو فيه ده. في الوقت الواحد من اليابانيين بيفكوا قنبله قدام القائد جون اللي على طول بيضربه وبيوقعها منه، وبينام صاحبها فوقه على طول وبيعملوا درع، واللي بتنفجر وبتبعتر صاحبنا وبيترمي جون جنبه، وبيبقى اللي ماسك قاذف اللهب مشعل للدنيا وعمال يولع فيهم وبيقلبها جحيم. وبيحاول ديمونز انه ينقذ زميله اللي بيكون مظلوم ومش عارف هو متصاب فين، فبيحاول ديمونز انه يضحكه ويخفف عليه وينقذه. والجوله الاولى بتخلص والاجواء بتهدى، وبيقولوا القائد جون لكل الفرقه انهم هيعسكروا الليله في مكانهم، وبفضل الرقيب ويل يوزعهم ويعرفهم يعملوا ايه في الفتره دي. وبيشوف ديمونز وهو ماشي فبيساله هو رايح فين، فبيردوا بانه لسه في جرحى عايزين مساعده وهو هيحاول ينقذ منهم على قد ما يقدر. وبيرد سميث وبيقول للرقيب انه هيروح معاه يحمي ظهره، وبعد شويه بيكونوا فعلا انقذوا اللي قدروا عليه. وبيقف ديمونز مع سميث وبيقول له تعالى نروح ندور على حفره نستخبى ونرتاح فيها، وفعلا بيمشوا سوا وبيقعدوا في حفره، وبيشوفوا سميث وهو قاعد ماسك صوره حبيبته إلينا وبيعتذر له المره دي، وبيقعد يهزر معاه ويضحكوا سوا، وبيقولوا ينام ويرتاح وهو هيقعد يحرسه كام ساعه بعدين يبدله. ويا دوب بيسند ديمونز ظهره علشان يلاقي ضوء اخضر اتضرب في السماء، وبيقوم يبص من الحفره وبيلاقي مجموعه جنود يابانيين في وشه، وبيحاول سميث انه يضرب عليهم
النار، لكنهم بيقتلوهم هما الاتنين في الحفرة. وعلى طول بيقوم ديموندز وبيطلع كل ده حلم، وبيحاول يمسك نفسه ما ينهارش قدام سميثي اللي بيستغرب هو ازاي لحد دلوقتي لسه مصمم انه ما يمسكش سلاح بعد كل اللي شافه ده. وبيقعدوا بيدردشوا سوا، وبيتكلم سميثي عن حياته، وبيعرف ان امه رمته في مكان زي ملجأ اطفال وقتها، وانه ما شافهاش لحد دلوقتي، وانه من ساعتها بيسيء الظن في اي حد زي ما اساء الظن فيه. وبيقول له ديموندز يا عم انا ابويا كان بيضربني انا واخويا الصبح وبالليل، وانه اتعود على كده، لكنه لما بيفتكر ابوه وهو بيضرب امه كان بيتجنن عليه، وكان خد منه سلاحه وسيطر على نفسه بالعافيه وما قتلوش. وبيفتكر ابوه لما بدا ينهار قدام ابنه اللي حاطط المسدس على راسه، وانه من ساعتها واخد عهد على نفسه انه مش هيلمس اي سلاح تاني. وبيرد سميثي وبيقول له هتفضل متخلف عقليا في نظري برضه. وبيجي تاني يوم وبيخرج مجموعه من الجيش الياباني من مخبأهم، وعلى طول بيشتبك الجيشين سوا مره تانيه، وبتبقى اعداد اليابانيين المره دي اضعاف مضاعفه، وبيجروا زي المجانين على الجيش الامريكي. وبيدي الرقيب والامر انهم يتراجعوا من اماكنهم، وبيفضل هو واقف عمال يصفي اي حد بيجي قدامه لحد ما فريقه بيرجع، وبيبدا يتحرك هو كمان معاهم. وبيروح للقائد جو، وبيعرفوا انهم بيخرجوا من مخابئهم تحت الارض بشكل مجنون. ولا على طول بيتواصل مع الجنرال وبيطلب منه انه يبعت المدفعيه ويبعت دعم بسرعه قبل ما يموتوا كلهم. وبيتحركوا تاني من مكانهم، والرجاله بتبقى عامله اللي عليها وسط اليابانيين، وبيموت اللي بيموت وبيقع اللي يقع. حتى قاذف اللهب لما بيجي يشعلل من جديد واحد من القناصين بيستهدفه، وبيضرب السلاح اللي معاه وبينفجر فيه. وبيفضل هو وجندي معاه بيغطوا ظهر بعض وهما بيتحركوا لحد ما بيتصابوا الرقيب وولف رجلين الاتنين وبيقع على الارض. وبيفضل ديموندز يتنطط من مصاب لمصاب، وبيحاولوا انه يعمل اللي يقدر عليه، وبيشيل واحد منهم وبيمشي بيه. وبيبقى في جندي امريكي واقف عمال يقطع في اليابانيين ومش حللهم، لحد ما واحد منهم بيفك قنبله وبياخده بالحضن، وبيصرخوا الاتنين في وش بعض وبيفرتكوا الدنيا. وبيفضل الجيش الامريكي يرجع، وبيلاقي سميثي صفقه قذائف مرميه قدامه، وعلى طول بيفضل يرمي على اليابانيين اللي جايين في طريقهم، لكنهم بيبقوا بجد زي الرز وما بيخلصوش. وبيفضل سميثي يجري، لكن بتاع القناصه للاسف بيستهدفه وبيضربه اكتر من 3-4 طلقات، وبيقع سميثي على الارض. وبيفضل باخر نفس عنده يضرب بالمسدس اللي في ايده لحد ما بتبدا السفن الحربيه انها تضرب بمدافعها في الجبل، وبتخلص على شويه حلوين منهم. وبيوصل ديزموند لسميثي وبيحاول يساعده، اللي بيقوله انه مرعوب وخايف، فبيديله حقنه مورفين علشان تسكن الالم، لكنه بيشوفه وهو بيتوه منه، فبيترعب ديزموند وبيفضل يصرخ فيه، وبيشده من على الارض وبيشيله على ظهره، وبيجري بيه وسط الانفجارات وضرب النار للركب لحد ما بيوصل بيه عند حافه الجبل. واول ما الرجاله دي بتستلمه علشان تنزله تحت بيلاقوه ميت، وبيبصله ديزموند وهو مصدوم ومش مصدق. والرجاله كلها بتفضل تنزل من فوق الجبل، لكن لسه ديزموند في مكانه عمال يعيط على سميثي، وبيبقى مش هين عليه يسيب جثته مرميه كده ويمشي. وبيفضل على الحال ده لحد لما بيسمع صوت عالي جاي من جوه المعمعه، ده بعد ما بتكون الجنود كلها نزلت من فوق الجبل اصلا. وبيقوم بيلبس خوذته وبيدخل وسط النار، وفوق بيبقى ديزموند مش عارف ينقذ مين ولا مين، لكنه بيعمل اللي عليه. وبيوصل اول واحد لحافه الجبل، وبيمسك بقيه الحبل بتاع الشبكه اللي بيتسلقوا بيها، وبيعمل عقده بالحبل زي ما اتعلم، وبيربط بيها المصاب اللي معاه، وبينزله بالراحه من فوق الجبل. وبيشوفوا 2 من اللي بيحرسوا الجبل وعلى طول بيساعدوه، وما بيعديش حاجه علشان يلاقوا مصاب تاني بينزل لهم مربوط من فوق الجبل. وبيوصل القائد جون للعقيد وبيطلب منه يوقف الهجوم بالمدفعيه، لانه لسه في فوق الجبل اكتر من 100 جندي ما نزلوش. وعلى طول بينفذ كلامه، والمدفعيه بتوقف ضرب. وبيشوف ديزموند الجنود اليابانيين وهم بيطلعوا من مخابئهم مره تانيه، وبيحاولوا ينقذ اللي معاه. وبعد شويه بيشوف مصاب تاني قدامه، واول ما بيروح له بيلاقي اليابانيين طلعوا عليه من كل حته وبيذبحوه قدام عينيه. وهو مستخبي كده بيسمع صوت واحد بينادي عليه وبيطلب المساعده، وعلى طول بيروح له وبيقول له يثق فيه ويكتم نفسه. وبيردم ديزموند على وش صاحبنا وبيحاول يخفيه، وبيشيل جثه واحد جنبه بيحطها فوقه، وبتعدي الجنود دي من جنبهم بالظبط وبيبعدوا عنهم. وعلى طول بيقوم من مكانه وبيبعد التراب عن وش صاحبنا وبيسحبه معاه. وبعد شويه بيشوف واحد تاني مصاب، واول ما بيروح عليه مجموعه من اليابانيين دول بيشوفوه وبيضربوا عليه نار، وبيجري منهم وبيدخل في حفره كبيره من الحفر بتاعتهم علشان يلاقي قنبله نازله له دحرجه. فبيجري بسرعه وبيعرف انه يتفاداها، وبيفضل يجري في الانفاق الغريبه اللي هم عاملينها. وبيبقى في مجموعه كبيره بتقرب عليه وبيجري منهم وبيستخبى، وبيلاقي جندي منهم مصاب راكن جنبه، وبيبقى بيحاول يصرخ علشان يدلهم عليه، لكن ديزموند بيحاول يهديه وكمان بيعالج جرحه، وبيطلع له حقنه مورفين وبيديها له. ولما الليل بيجي بيخرج من الانفاق دي وبيفضل يتسحب ويعدي على الجثث عشان يشوف فيهم حد عايش ولا لا علشان ينقذه. لكن واحد من المصابين بيضرب عليه نار لانه بيبقى مفكره ياباني، وطبعا الجنود اليابانيين بيسمعوا الصوت، وبيروح لديزموند وبيحاول
بيطمنه وبيهديه وبينجح انه ينقذه وينزله كمان من فوق الجبل، والرجاله تحت بتستلمه. وديزموند يهدى على كل ده وينزل؟ لا ابدا، بيرجع تاني وبينقذ كمان واحد وبينزله زي اخواته، وبيفضل يعمل كده طول الليل وهو بيدعي ربنا انه يساعده علشان ينقذ كمان واحد. وما بينقذش واحد ولا اتنين، لا ده بيفضل ينقذ ارواح حشرات منهم، وكل ما يتعب وينخ يدعي ربنا انه يساعده علشان ينقذ واحد كمان، لحد ما بيطلع النهار وبيفضل كام واحد من اليابانيين يتمشوا في المكان ويقتلوا المصابين اللي لسه ما ماتوش. ده في الوقت اللي بيوصل ديزموند للرقيب ويل اللي بيقول له توقعت الاقي ابويا هو اللي جاي يساعدني وما توقعتش الاقيك انت يا عود القصب. وبيفضل ديزموند يعالج جرحه وبيديله مورفين، وبيروح على الجندي اللي جنبه وبيعمل نفس الكلام، وعلشان حالته بتبقى خطيره بيستأذن من الرقيب انه هيوصله الاول ويرجع له هو تاني. والجنود اللي تحت بتبقى متفاجئه انه لسه في مصابين عمالين ينزلوا ورا بعض، وبيروح واحد منهم يبلغ القائد جون باللي بيحصل، اللي بيروح الخيم بتاعه المصابين وبتصدم من عددهم، وبيسأل واحد منهم مين اللي انقذك، وبيعرفوا ان ديزموند بس لوحده هو اللي فوق، وبتصدم جون اكتر. ده في الوقت اللي بيرجع فيه ديزموند للرقيب تاني، وبتصدم الرقيب لما بيشوف ديزموند بياخد البندقيه بتاعته، وقبل ما يقول اي حاجه بيلاقيه بيلقاها في القماشه بتاعه شيل المصابين، وبيخليه ينام عليها قبل ما الجنود اليابانيين توصل لهم وبيشدوا بيها. لكن الجنود اليابانيين بيشوفوه وعلى طول بيضربوا عليهم نار، والرقيب هو كمان بيرد عليهم وبيوقع كمان منهم اللي بيقدر عليه، لحد ما بيوصلوا عند حافه الجبل، وبيعمل نفس العقده اللي كان الرقيب اتريق عليه بسببها قبل كده، وبيربطه بسرعه وبيزقه من فوق الجبل، وبيحاول ديزموند انه يمسك الحبل علشان يخفف صدمه سقوط الرقيب، لكن اليابانيين بيوصلوا له وبيضربوا عليه نار، وبرضه ما بيستسلمش وبيستخبى ورا صخره وهو لسه ماسك الحبل، لحد ما بينزل الرقيب على الارض. وبيعرف القائد جون ان ديزموند لسه لوحده فوق، وقبل ما يفكروا ازاي ينقذوه بيلاقوه رابط نفسه بجثه سميتي ونازل من فوق الجبل. واول ما اليابانيين بيظهروا من فوق الحافه علشان يقتلوه بيلاقوا الجيش الامريكي كله بيضرب عليهم نار، وبينجح ديزموند انه ينزل من فوق اخيرا، ومحدش بيكون مصدق اللي هو عمله، وبيتجمعوا حواليه وبيستقبلوه استقبال الابطال. حتى القائد جون بيبقى مش مصدق اللي هو شايفه، وهو في طريقه للخيمه بيبقوا كلهم قدامه فخورين باللي هو عمله، وبيجي له القائد جون وبيعتذر له انه اساء له في يوم من الايام، وانه ما كانش عارف انه هيكون اكتر واحد ساعدهم في الحرب دي، وبيتمنى منه انه يسامحه. وبيعرفوا انهم هيطلعوا بكره تاني فوق الجبل، وبيقول له عارف انه هيبقى يوم السبت وعشان كده محتاجه يصلي لهم وانه مؤمن بيه من كل قلبه. وتاني يوم بيكون الجيش كله مجتمع، وبيستغرب العقيد من ان الجيش واقف مكانه ما بيتحركش، وبيوبخ القائد جون وبيساله عن سبب تاخيرهم في تنفيذ اوامره. فبيعرفوا ان كلهم مستنيين ديزموند انه يخلص الصلاه بتاعته، وعلى طول بيبداوا يطلعوا من جديد للجوله الثالثه، وبترجع الانفجارات من جديد. لكن الجيش الامريكي المره دي بيفرتك في اليابانيين، وبيدمروا كل الانفاق بتاعه اليابانيين فوقهم، وبيجيبوا عليها وطيها بدري بدري، لحد ما بتبدا الاعلام البيضاء انها تترفع، وبتبدا الجنود انها تستسلم. لكننا ما ننساش جمله الجندي اللي كان في اول كتيبه اللي قال عليهم بيحبوا الموت ومستحيل يستسلموا، وفعلا الجنود دي بتغدر بالجيش الامريكي، وبيطلعوا القنابل اللي معاهم وبيفكوها وبيرموها عليهم، وعلى طول ديزموند بيخبط القنبله الاولى وبيطيرها بعيد، وبيشوط التانية لكنها بتنفجر قريب منه وبتطيره من مكانه. وعلى طول كل الجنود اللي اعلنوا استسلامهم بيتصفوا في لمح البصر، وبيتلموا المسعفين حوالين ديزموند المصاب وبيشيلوه بيمشوا بيه. ده في الوقت اللي بيكونوا الجنود اليابانيين عمالين يقعوا فيه، والجنود الامريكيه بتمسك منهم اللي تقدر عليه وبتقبض عليهم كأسر حرب. ورسمين الجيش الامريكي بينتصر في المعركه دي، وبيطلع القائد الياباني بتاعه خنجره وبيطعن بيه نفسه، وده علشان يموت بشرف. وعلى طول مساعده بيكمل الطقوس بتاعته وبيقطع راسه. ده في الوقت اللي بيتكلم فيه القائد جون ديزموند وبيقول له توصل بيتك بالسلامه يا بطل، وبيطمنوا انهم سيطروا على الجبل كله. وبس كده وبيخلص ملخصنا. ولو عجبك فما تنساش انك تدعمنا بلايك وتشترك بالقناه لو اول مره تتابعنا، وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد.